الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. ما يحصل من إقامة الولاء والعزاء والطعام في مجالس العزاء وكثرة الإسراف والتبذير المبالغ فيه، إضافة إلى كثرة الرياء والتظاهر بالكرم والطيب والعفاف وكأنها أعراس وليست أحزان. لذلك فإن ما نفعله اليوم من إقامة الولائم والطعام من قبل أهل العزاء وتقديمه المعزين له من باب الحرام والمنهي عنه شرعا. وللأخوة الحضور من الأئمة والخطباء وأهل العلم رأيهم في كلامنا هذا. يقول العلماء أن صنع الطعام من قبل أهل البيت خلاف للسنة وهو من البدعة أقرب. نسأل الله السلامة والعافية. ولو تصدقوا على الفقراء بنقود البدن تقديم الطعام فهو خير لهم، لأنه أبعد عن الرياء وأنفع الفقراء وأبعد عن التشبه بغير المسلمين. على هذا وبعد أن عرفت مثل هذه الفتاوى المستندة للقرآن والسنة أصبح علينا لزاما الانصياع بهذا لها والعمل بها، ويجب علينا أن نبتغي رضاء الله تعالى وأن نقدم الشرع على ما يريده المجتمع أو العرف، لأن طاعة الله عز وجل وتنفيذ شرع الحنيف أعلى وجل من طاعة وتنفيذ ما سواه. أخوتي الحضور الكرام، يجب علينا أن نقف وقفة جادة وأن نكون يدا واحدة في ظل الظروف الظاهرة ووجود أكثر العوائل الفقيرة وحاجتها الماسة لمن يعينها ويخفف عن كائنها قدر المستطاع. على هذا أصبح من الواجب علينا جميعا ودون استثناء ودون أن يجامل أحدنا الآخر ونزولا عندما يريده الشرع ويخدم المجتمع بعيدا عن الرياء والتصنع. وجب علينا الامتناع منعا باتا عن إقامة ولائم الطعام في الفواتح لما فيه من حرمة وإسراف وإرهاق لحال أهل المصيبة. ويجب علينا جميعا منع أهلنا وذوينا وكل من يخصنا من البقاء لتناول الطعام في الفواتح طاعة لله ولرسوله وللتخفيف عن كاهل أهل المصيبة أو من ينوب عنهم. إضافة إلى هذا أقترح على حضراتكم أن نقوم بتحديد أوقات محددة يجلس فيها أهل العزاء ويستقبلون من يعزيهم، وذلك لإعطائهم فرصة من الراحة والتخفيف من حدة وقدرة التعب عليهم، علما أنه يجب التقيد والالتزام الجاد بتلك الأوقات تخفيفا عنكم وعن أهل المصيبة قدر المستطاع. هذا ما لنا قوله لكم، ويشهد الله ما ابتغينا غير وجه الله تعالى فيما قلنا وأشرنا إليه. تلك الحالة هي مخالفة للشرع بالأصل. لا يوجد حتى مجلس عزاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عزاء فوق 3 أيام. يعني تلقاه بالسوق تعزيه، تلقاه بمحله تعزيه، 3 أيام انتهى الموضوع، ماكو جلسة. لكن مجلس 3 أيام نحن وعوائلنا لنثقل كاهل الميت. فاعلموا إن كان هذا المبلغ الذي أعد به الطعام من أموال ذوي الميت فهو حرام علينا وعليكم. الولائم والطعام في مجالس العزاء. وبالأمس كان هناك مؤتمرا في قضاء الحبانية اجتمعت فيه جميع العشائر وخرجت بتوصيات تضامنا مع هذه المبادرة وتأييدا لها. واليوم في هذا المؤتمر طرحت أفكار متعددة لمعالجة هذه الحالة. أي ظرف كان التخفيف عن أهل المصيبة بتحديد أوقات فتح وغلق القاعة. المؤتمر اللي عقد في هذا المساء المبارك في مضيف وديوان عشيرة البطاهة من قبيلة أبو فهد، الهدف منه معالجة مشاكل اجتماعية استشرت حقيقة وأثقلت على كاهل الناس بالمجتمع عموما في عموم عشائر محافظة الأنبار. وضعت حلول لأهم هذه المشاكل، إقامة مجالس العزاء اللي لها تكاليف باهظة تثقل كاهل أهل المتوفي وذويه. بدأ المؤتمر عام لعموم عشائر محافظة الأنبار،
وعشائر محافظة الأنبار ممثلة بحضور مشايخها وشخصيات كثيرة من عموم عشائر المحافظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في مساء يوم الجمعة المبارك اجتمعت عشائر الرمادي وبالتحديد في مضيف الشيخ علي شيخ عشيرة البطاهة، وكانت التوصيات بما يأتي: أولا بمسألة التبذير والإسراف في مجالس العزاء من ناحية الطبخ، وهذا أمر قد يثقل كاهن أبو صاحب المصاب. فنحن كأئمة وخطباء مساجد وكشيوخ عشائر كان لنا توصية بإلغاء الطبخ نهائيا.